تعالى علشان الموضوع في غاية الأهمية. أولا، خناقة إمام عاشور مع محمد الشناوي اليوم. ثانيا، خبر بمليون جنيه لجماهير النادي الأهلي، وموضوع في غاية الأهمية. ولكن سؤال بيطرح بلح لجماهير النادي الأهلي، انتوا ليه سالكين كده؟ ما انتوا لو سالكين بقى بكل الطرق مش هيبقوا بالشكل ده. مجلس إدارة النادي الأهلي سالك بشكل غير طبيعي بالمرة. جماهير النادي الأهلي سلكان. ليه بقول لك سلكان؟ لأن الموضوع النهاردة في غاية الأهمية. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو ده، لأن الخبر اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة خبر مهم أوي 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 ويستاهل اللايك. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، وصلي على النبي. بص يا سيدي، اول موضوع هنتكلم فيه وهو خناقه محمد الشناوي مع امام عاشور. تاني موضوع هو الخبر، ولكن نخلي الخبر للاخر نتكلم فيه، ولكن بعد موضوع امام عاشور. بص يا سيدي، طلع علينا الاستاذ محمد فاروق الاعلامي المعروف اللي بيقدم برنامج البريمو، طلع وقال لك خناقه ساخنه من امام عاشور مع محمد الشناوي. خناقه ساخنه جدا 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 بين امام عاشور ومحمد الشناوي، ووصلت للمد بالايدي. خد يا امو، تعالى يا امو، عشان نطلع نقول امام عاشور بيتضرب في النادي الاهلي. ولكن الحقيقه بقى فين؟ هقول بعد مباراه السوبر بين النادي الاهلي ونادي اتحاد العاصمة، طلع ان في خناقة من امام عاشور لمحمد الشناوي في اوضة خلع الملابس. حلو. وكان في اشتباكات بالايدي، والكلام ده اللي قالوا على لسان مين؟ اللي قالوا الاستاذ محمد فاروق، فاهمني؟ قال لك ان كابتن امام عاشور مد ايده على الشناوي، والشناوي والموضوع كان كبير قوي يا جماعه في اوضه اللبس، والموضوع كان صعب جدا جدا جدا. والكابتن محمد الشناوي راح لكابتن خالد بيبو، قام مشوح بايده كده وقال له امام عاشور بيشخط فيها وبيزعق لي ومد ايده عليا. فبالتالي كابتن خالد بيبو يسكت؟ لا ما يسكتش. امه تعالى لي يا امه، انت مديت ايدك على الشناوي؟ قال له وربنا ما حصل، ده هو اللي مد ايده عليا. ده كله الكلام ده اللي قاله مين؟ استاذ محمد فاروق. فبالتالي النادي الاهلي عارف ان الموضوع ده ما حصلش، وان امام عاشور بيكن لمحمد الشناوي كل الاحترام والتقدير، وامام عاشور اكد على الموضوع ان مفيش اي حاجه، وان الموضوع ده متفبرك. وكابتن محمد الشناوي قال لك يا باشا ده امام اخويا الصغير والموضوع عادي ومفيش حاجه اصلا للكلام ده كله. فبالتالي النادي الاهلي اتخذ اجراء في غايه الاهميه، وهو تقديم شكوى للمجلس الاعلى للاعلام في الكابتن محمد فاروق مقدم برنامج البريمو. فبالتالي ممكن يتوقع عليه ايقاف عادي جدا، زي ما حصل قبل كده في بعض اعلاميين بدون ذكر اسمائهم اتوقفوا عن البرامج اللي بيقدموها، وتقريبا بيبقى في غرامه ماليه. ما علينا، ولكن النادي الاهلي بيتخذ كل الاجراءات المتاحه ليه ضد الاستاذ ومقدم برنامج البريمو الاستاذ محمد فاروق. نيجي بقى للخبر الثاني اللي هو بمليون جنيه، خبر استحق عليه اللايك. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، وما تنساش تصلي على النبي في خانه الكومنتات. بص يا سيدي وفتح مخك معايا. اولا، الاتحاد الافريقي يعلنها رسميا زياده جائزه بطوله السوبر الافريقي، بمعنى ان كلنا عارفين ان الجوائز اللي كانت موجوده في السوبر الافريقي اللي لعب النادي الاهلي فيها هو واتحاد العاصمه كانت مكافاتها عباره عن 200,000 دولار للفائز و125,000 للوصيف. فبالتالي الاتحاد الافريقي اعلن تعديل المكافآت، بمعنى ان اتحاد العاصمة بدل ما ياخد 250,000 دولار هياخد 500,000 دولار. وبالتالي النادي الاهلي اللي كان هيحصل على 125,000 دولار
سوف يحصل رسميا على 250,000 دولار. سوف تنتعش خزينة النادي الأهلي 250,000 دولار، بعد ما كانت هتنتعش ب 125,000 بس. سلكان ما بعده سلكان، أقسم بالله. يعني أنت متخيل إن أنت بتلعب مباراة سوبر أساسا كانت مكافأتها 200,000، نيجي نبص للوصيف نلاقيه 125,000 بقدرة قادر. بعد ما المباراة اتلعبت الفائز سوف يحصل على 500,000 دولار، والوصيف سوف يحصل على 250,000 دولار. يعني خلاص بقى روق بقى اهو ما انت ده انت هتاخد اكتر من المكافأة اللي كنت هتاخدها لو كنت فزت. يعني انت كنت في حالة الفوز ممكن كنت تاخد 250,000 دولار والموضوع ايه يعدي، ولا 200,000 دولار وخلاص على كده. لكن انت هتاخد 250,000 دولار بناء على انك وصيف. يا بختك يا بختك. خلينا احنا بقى في اكشن بونج وابراهيم نضاي وسبورتنج لشبونة ونقسط غرامة ونعمل ونسوي يا سعدية يا سعدية. ما علينا هي بصوا يعني بيضلكم في القفص يا ولاد المحظوظة، والله بيضلكم في القفص يا جدعان، والله بيضلكم في القفص. ولكن مبروك لجماهير النادي الأهلي ومبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي. سلكان يا جدعان، سلكان. يا رب ربع السلكان بقى، يا رب السلكان كله. ما علينا، قدر الله وما شاء فعل. ومبروك لجماهير النادي الاهلي. ولكن ما تنساش اللايك وتشير الفيديو ده. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك. وكده نكون وصلنا نهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.